طبعا بتشرف جدا ان انا بنتمي للورشه التابعه للشعر تنظيم المجلس الاعلى للثقافه. هذا الكيان اللي هو يعتبر من اعرق ومن اضخم الكيانات الثقافيه الموجوده في البلد والمجتمع المصري والتابعه لوزاره الثقافه. اتعلمنا وبنتعلم كل يوم من قبل الورشة عن طريق الشعر وتنويعاته وفروعه المختلفة، عن طريق تعلم البحور الشعرية المختلفة. كل يوم بيزيدنا إثراء للمعلومات الشاعر والناقد الصديق أحمد حسن مدرب الورشة. اتكلمنا وبنتكلم كل يوم عن مخرجات والنشأة التاريخية للشعر، وأنا باعتباري راجل قانون، أنا محامي، بنتكلم عن الطريق القانوني والطريق الأدبي، فكلاهما بيمشوا في نفس المرحلة وهي الكتابة الإبداعية أو الكتابة القانونية. فالشاعر أو الأديب بصفة خاصة بينتهج مبدأ التفنيد والتمحيص والبحث والتشريع والحرص على الكتابة، سواء كانت أدبية أو إبداعية أو قانونية أو ما شابه. لا شك أن الإبداع لا سقف له، فبالتالي الأدب والقانون كلاهما يمشيان على نفس النهج البحثي والأدبي والقانوني والإبداعي. أيضا اتعلمت في الورشة ومبادرة القوة في شبابنا أن وزارة الثقافة وتحديدا مجلس الأعلى للثقافة هو المنبر الشبابي الآن من مبادرة السيد الرئيس بناء الإنسان، وبالتالي بناء الإنسان المصري ينبع من هنا، من كلمة من المجلس الأعلى للثقافة، هذا الصرح العملاق، هذا الكيان الثقافي التنويري الذي يدعم الركائز الأساسية للثقافة. فالثقافة أيضا نجد صداها في الكلمة، والكلمة بعضها قبور كما المثل الشهير وبعضها قلاع شامخات، فبالكلمة تبنى حضارات وحضارات الأمم سواء الماضية أو الحاضرة أو في المستقبل. فالكلمة والشعر أو الأدب عموما تعلمنا وبنتعلم يوميا منه ومن خلاله إن هو بناء وقضية وعي للثقافة وللإنسان بصفة عامة. ومن خلال برضو اللي احنا بنتعلم وبنستزيد إثراء من الورشة اللي احنا بصددها، ورشة تحديدا ورشة الشعر اللي بتنظمها الأمانة العامة للمؤتمرات والمجلس الأعلى للثقافة. دي كانت مبادرة بادرة قوية جدا جدا من قبل الوزارة ودفعة قوية للشباب للنهوض بالمجتمع. هي مين زي مين، هي حلوة ليه كده، هي حاجة دافية جدا ساكنة جوه 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 الأوردة، هي نبض وداب في جسمي، اسمها متقدم اسمي، هي ضملنا ايدينها، هي أما الكون بدينها، هي أم الدنيا رسمي. لو تغني الأرام استدعى شوقي، يا عروقي يا عروقي دوقي روقي، ضوء شروقي ثوم كوكب الانبهار، والأصابجي جاب زمانه جوه مني مصد عوده، زي جند تصد عوده للتتار. هي مين زي مين، هي 100 مليون جيتار، سيمفونية العزف واحد، لحن واحد جوه 100 مليون قرار. هي مين، هي من جيشها وبوليسها، هي من ساسها لراسها، هي من أحمس لسيسها، مقبرة لكل الغزاة. هي مين، هي دكتور مجدي كفكف دمع يعقوب عالسنين، هي يوسف لما كفى كف المحتاجين، هي طلت باز في ناسا ناسها منورين، رج لحن البندقية من أذان المغربية. الله أكبر، ده الزناد دايما معمر، أصل هي شد خدمة ليل نهار. هي مينا لما فجر نفسه في اللي كان مفكر إنه يقدر يأذي طه أو زميله على الفطار. هي مين، هي يوم الجمعة وهي يوم الحد، هي لما الفجر ينده يتفتح باب الحياة. هي مين زي مين، هي مصر المواويل، ياما عنها ياما غنوا المواويل. هي أول نجمة صافية خارجة من كوكب دمار، طبلة طلقة الحرب رايحة، مهرة جمحة فرحة رمحة في انتصار. هي مين زي مين هي حلوة ليه كده، هي حاجة دافية جدا ساكنة جوه الأوردة.